المتداول ده قدر يحول 10000 دولار لاكتر من مليار دولار. ده المتداول الياباني تاكاشي كواداجاوا. ولما قعدت اتعلم الراجل ده كان بيعمل ايه وسر الارباح دي كانت بسبب استراتيجيه في اداره المخاطر. وخليني اشرح لك ازاي انت كمان تستخدم الاستراتيجيه دي. ولنفترض ان معاك راس مال 10000 دولار. اول حاجه اياك تتداول براس مالك كله، اتداول ب 5000 دولار، وال 5000 دولار الباقيه خليهم احتياطي. وده من وجهه نظري ان ده كان بيديله احساس بالامان، انه لو خسر كل الحساب يقدر يحاول تاني. وتاني حاجه خلى اقصى خساره يوميه 2% من المبلغ اللي بيتداول بيه، اللي هي اصلا 1% من التوتال. يعني لو انت تداولت ب 5000 دولار يبقى 2% منها يساوي 100 دولار بس، وده يبقى الحد الاقصى لخسارتك في اليوم. وهنا تبدا تحسب حجم الصفقه. لو ستوب الخساره بتاعك 10، تقسم الحد الاقصى للخساره اللي هو 100 على ستوب اللي هو 10، يبقى تدخل بحجم صفقه 10. ثالث خطوه انك تلتزم بنسبه اقل حاجه ريشيو 1:3 لكل صفقه. يعني لو بتخاطر ب 10 نقط يبقى لازم تستهدف ربح 30 نقطه. ولو حسبت الارقام دي خلال 30 يوم، لو خسرت 15 يوم خسارتك هتبقى 1500 دولار بس. ولو كسبت 15 يوم بريشيو 1:3 هيبقى ربحك 4500 دولار. ولما تطرح الخساره من المكسب يبقى ربحك الصافي 3000 دولار. يعني نمو حوالي 30% من راس المال. يعني لو هتخسر 100 دولار في اليوم يبقى قدامك 50 يوم تداول علشان تخسر نص راس مالك اللي هو 5000 دولار. وعلشان تخسر كل راس مالك محتاج 100 يوم تداول. ولو تعبت من الخساره يبقى محتاج تدخل القناه اللي بنزل عليها التحليلات اليوميه للسوق. اكتب كلمه تداول وهيوصلك الرابط في الدي ام. وكفايه خساره.